السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه الجول مع يحيى. امبارح كان في مباراة في دوري أبطال أوروبا ما بين البايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ودي مباراة العودة اللي كانت بتتلعب في ميونخ. المباراة الأولى في باريس انتهت بفوز البايرن بهدف للا شيء. امبارح باريس سان جيرمان ما قدرش يعمل الكامباك ويعود بنتيجة إيجابية، ولكن بايرن ميونخ قدر إنه يعزز فوزه ويخلص اللقاء بنتيجة 2-0. المباراة طبعا في ماتش العودة في دور 16 من دوري أبطال أوروبا. ابتدى اللقاء بتشكيل نادي البايرن بتشكيل مكون من يان سومير في حراسة المرمى، ثلاثة في خط الظهر ستان شيتش وديلاخت وأوبيميكانو. لعب ب اتنين في نص الملعب، جوريسكا وكيميتش. قدامهم اتنين ديفيز وكومان، واتنين تحت رؤوس الحربة، مولر وموسيلا، وراس حربة صريح موتينج. اما باريس سان جيرمان فابتدى اللقاء في حراسة المرمى دوناروما. عندنا ثلاثة في خط الظهر، دانيلو وسيرجيو راموس وماركينيوس. قدامهم اتنين اشرف حكيمي ونونو مينديز. ولعب بثلاثة في نص الملعب، فيتينيا وفيراتي وفابيان رويز. اما في الخط الامامي فلعب بكيليان امبابي وليونيل ميسي. الشوط الاول كان سجال بين الفرقتين، ولكن كان واضح ان في تصميم من نادي باريس سان جيرمان انه يخلص الشوط الاولاني لصالحه، ولكن ما قدرش، وانتهى الشوط الاولاني بنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف. في الشوط الثاني دلع من باريس سان جيرمان، على الرغم ان هو كان متسيد اللقاء وكان ماسك كوره. دلع من فيراتي كوره بيرقص بيها على حدود منطقه الجزاء ناحيه الشمال، حته ما ينفعش اصلا ان هو يرقص فيها. الحته دي لازم نطلع الكوره ونشتتها لقدام. بيرقص على حدود منطقه الجزاء، خطفها منه جريسكا ولعبها لمولر، اللي بقى هو جول. طلع عليه دوناروما، راح حاططها على شماله لموتينج، اللي قدر انه يحطها في المرمى مباشرة، محرزا الهدف الاول ل بايرن ميونخ. في الدقيقة 86 حصل تغييرة، زي ما بنقول كده تغييرة سحرية للبايرن. خرج مولر ونزل جواو كاسيلو، وخرج كومان ونزل سيرجي جنابري. في الدقيقة 89، يعني بعد التغييرة دي بثلاث دقايق، كورة انطلق بيها جواو كاسيلو من ناحية اليمين، وعدى بيها نص الملعب ولعبها بالعرض ل سيرجي جنابري على حدود منطقة الجزاء، اللي يعمل فنت كده ويشوط قنبله على شمال حارس دوناروما، يخلص بيها اللقاء ويقتل اللقاء بنتيجة 2-0، ويعلن رسمي تأهل نادي البايرن على حساب باريس سان جيرمان إلى دور الثمانية. بعد المباراة كان في مؤتمر صحفي، وكيليان امبابي سألوه على المباراة. قال لهم والله المباراة كانت ما بين فرقتين كبار، قدروا ان هم يبنوا نفسهم بنفسهم الفترة اللي فاتت ديت. قال ان احنا عملنا اقصى ما في وسعنا، وده اقصى حاجة عندنا ان احنا علشان ناخد البطولة، ولكن اصطدمنا بالبايرن فبالتالي وخرجنا من الدور ال 16. سألوه على انتقاله إلى ريال مدريد أو إحدى الأندية السعودية الفترة القادمة. قال أنا دلوقتي أنا مركز في مع نادي باريس سان جيرمان في إن إحنا ناخد الدوري الفرنسي، وبعد كده نبقى نشوف هنتكلم في أي موضوع من المواضيع دي بعد ما ناخد الدوري الفرنسي.
كان في مباراة أخرى في دوري أبطال أوروبا برضو في دور ال 16 ما بين توتنهام والميلان، وانتهى اللقاء في انجلترا بالتعادل السلبي بدون اهداف، ولكن ده النتيجه ديت في صالح نادي الميلان اللي كان فاز في مباراه الذهاب بهدف للا شيء. فبالتالي نادي الميلان تأهل الى دور الثمانيه من دوري ابطال اوروبا، ودي بعد 11 سنة. يعني بقاله 11 سنة ما تأهلش لدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا نادي الميلان، يعني عودة بعد 11 سنة إلى دور الثمانية. نتنقل إلى بطولة أخرى وهي كأس الكونفدرالية، وعندنا مجموعة اللي بتضم نادي فيوتشر ونادي بيراميدز ونادي اسكو ديكارا وعندنا نادي الجيش الملكي. امبارح كان في مباراتين في المجموعة ديت. كان المباراة الأولى ما بين نادي فيوتشر اللي كان بيلعب على ملعبه مع نادي الجيش الملكي، وانتهت المباراة بفوز مهم جدا لنادي فيوتشر بنتيجة 2-0. احرز الاهداف مروان محسن في الدقيقه 15، واضاف حاتم الصوابي في الدقيقه 51 الهدف الثاني. المباراه الاخرى كانت خارج الديار بالنسبه لبيراميدز، كانت امام اسكو ديكارا، وانتهت بفوز كبير جدا لنادي بيراميدز 4-1. احرز الاهداف في الدقيقه الثالثه فخر الدين بن يوسف، وفي الدقيقه 27 مصطفى فتحي، وفي الدقيقه 36 اضاف مصطفى فتحي الهدف الثالث والهدف الثاني ليه، وفي الدقيقه 64 اسلام عيسى يخلص الجول الرابع. ثم ياتي هدف اسكو ديكارا عن طريق كنجيفي في الدقيقه 67. بنتيجة المباراتين دول كده أصبح ترتيب المجموعة مكون من بيراميدز في المركز الأول برصيد 8 نقط من 4 مباريات. في المركز الثاني الجيش الملكي 7 نقط من 4 مباريات. وفي المركز الثالث فيوتشر 5 نقط من 4 مباريات، واسكو ديكارا نقطة وحيدة من 4 مباريات. وبكده اسكو ديكارا يبقى ودع البطولة رسمي. أصبح التنافس على التأهل إلى دور الثمانية ما بين الثلاث فرق بيراميدز والجيش الملكي وفيوتشر. طيب المباراة القادمة ايه في المجموعة دي؟ عندنا الجيش الملكي هيستضيف نادي بيراميدز في المغرب. دي مباراة مهمة جدا لبيراميدز ولفيوتشر، لان لو نادي بيراميدز قدر انه يفوز على الجيش الملكي في المغرب يبقى كده رسميا تأهل نادي بيراميدز الى دور الثمانية. ومن الناحيه الثانيه فيوتشر هيستضيف اسكو ديكارا هنا في القاهره، لو قدر انه يفوز عليها فهيوصل للنقطه الثامنه. يبقى كده هو توقف رصيد الجيش الملكي الى 7 نقط لو فاز نادي بيراميدز، و فيوتشر قدر ان هو يعديه بنقطه. ويتبقى اللقاء الاخير ما بين فيوتشر وبيراميدز. لازم فيوتشر يكسب بيراميدز علشان يقدر ان هو يحافظ او ملوش دعوه بنتيجه مباراه اسكو ديكارا والجيش الملكي في الجوله الاخيره. نتمنى طبعا الفوز لنادي بيراميدز ونادي فيوتشر على نادي اسكو ديكارا ونادي الجيش الملكي باذن الله في مباراه قادمه. النهارده في مباريات مهمه جدا في الدوري الاوروبي في دور 16. عندنا نادي سبورتنج لشبونه هيقابل نادي الارسنال، وعندنا نادي روما هيقابل ريال سويسداد، وعندنا المان يونايتد مع ريال باتيس، وعندنا نادي يوفنتوس مع فرايبورغ. المباريات دي في دور 16 في ذهاب دور 16 من الدوري الاوروبي. دي كانت اخر حاجه معانا النهارده. نلقاكم في حلقه قادمه من جوه جول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.